عمرك سألت نفسك إزاي في ناس يومها بيبوظ وبتحس بذنب مرعب لو ما ذاكرتش، في حين إن ناس تانية وغالبا أنت منهم دلوقتي بتعاني عشان بس تفتح أول صفحة؟ الفرق بينهم وبينك مش إرادة حديدية ولا هما دحيحة بالفطرة. الفرق إن الناس دي أعادت برمجة عقلها لدرجة إنهم بقوا مدمنين إنجاز. النهاردة هقولك إزاي تخلي عقلك يهرب من الكسل ويروح للمذاكرة وهو اللي عايزه. المحور الأول: اقلب المعادلة. المذاكرة يساوي ألم. معظمنا مبرمج عقله إن المذاكرة يساوي تعب ومجهود والراحة يساوي سعادة. عشان كده عقلك طبيعي بيختار الراحة. الحل: اقلب المعادلة. لازم تخلي التأجيل هو اللي مؤلم. كل ما تكسل اسأل نفسك سؤال واحد: لو فضلت مأجل بالشكل ده، حياتي وشكلي قدام نفسي بعد سنة من دلوقتي هيبقى عامل إزاي؟ لما عقلك يحس إن الكسل مؤذي لمستقبلك وكرامتك، هيبدأ يهرب منه ويروح للمذاكرة كأنها هي المنقذ. لما الكسل يوجعك هتبطل تعمله. المحور الثاني: مبدأ المهمة. أنا لازم أكسب. بطل تقول أنا هخلص المنهج. الجملة دي واسعة وبتحبط العقل. حول يومك لساحة معركة أو ميشن. أنت النهاردة داخل في منافسة مع يومك. عندك مهمة محددة، خلصتها يبقى وين، ما خلصتهاش يبقى لوز. عقلك بيعشق المنافسة والألعاب أكتر بكتير من الأوامر والواجبات. حط لنفسك نوتة أو بوردة، وكل يوم خلص مهمتك واكتب جنبها بخط عريض I won. المحور الثالث: ابني إيجو دراسي. خلي عندك كبرياء دراسي. الأوائل مش بس بيحبوا الدرجات، الأوائل عندهم إيجو أو كبرياء دراسي. بيبقى جواه جملة واحدة: أنا مش الشخص اللي يضيع يومه في التفاهة. ابدأ شوف نفسك كشخص منضبط disciplined. الشخص ده عيبه الوحيد إنه بيحترم نفسه بالزيادة، وكرامته بتمنعه إنه يسيب يومه يعدي من غير بصمة. إدمان المذاكرة بيبدأ لما كرامتك تمنعك تضيع يومك. المحور الرابع: المومنتم أو قوة الدفع. أكبر كذبة هي إنك مستني الشغف أو الموتيفيشن عشان تبدأ. الأذكى منك بيشتغل بالمومنتم. السر إنك ما تقطعش يومين ورا بعض مهما حصل. حتى لو يوم تعبان وميت، ذاكر 10 دقايق بس. ليه؟ عشان تحافظ على عجلة الإنجاز دايرة. الاستمرارية أهم بكتير من القوة. المحور الخامس: الإنجاز هو المكافأة. آخر خطوة عشان تدمن المذاكرة فعلا هي إنك تربطها بمتعة نفسية. بعد كل سيشن مذاكرة ما تقومش تجري على الموبايل فورا. اقعد دقيقة واحدة، بص للي خلصته، استشعر إنك بقيت أذكى وإنك سبقت ناس كتير النهاردة. خلي إحساس الانتصار ده هو المكافأة اللي عقلك بيستناها. خلي الإنجاز نفسه هو الهاي اللي بتدور عليه. بص يا صديقي، الفيديو خلص والدور عليك. ارمي الموبايل حالا وافتح الكتاب لمدة 10 دقايق بس. اكسر حاجز الكسل ده النهاردة. انزل في الكومنتات واكتب أنا بدأت. خليها عهد بينك وبين نفسك إنك مش هتسيب عقلك يضحك عليك تاني. مستني هشوف مين اللي هيحول الكلام ده لواقع. قوم ابدأ دلوقتي.